تمضي ميليشيا الحوثي في فرض واقع تشطيري يطول الاقتصاد والتعليم والجغرافيا وحتى العملة الوطنية في محاولة لتكريس الانقسام وإعادة إنتاج واقع ما قبل 22 من مايو 1990، لكن هذه المرة بأدوات طائفية واقتصادية وإدارية أكثر تعقيدا. في الجانب الاقتصادي دفعت الميليشيا نحو تشطير المؤسسات المالية عبر فرض سياسات مصرفية منفصلة عن الدولة، أبرزها حظر تداول العملة الوطنية وملاحقة البنوك التجارية وفرض قيود صارمة على نشاطها. هذه الإجراءات أدت إلى انقسام حاد في السياسة النقدية وشلل في الحركة الاستثمارية، وخلقت سوقا مالية مزدوجة داخل بلد واحد، ما فاقم من معاناة المواطنين وأضعف الثقة بالقطاع المصرفي. أما على مستوى الجغرافيا فقد حولت الميليشيا خطوط التماس إلى حدود فعلية داخل الدولة عبر إنشاء أكثر من 220 نقطة داخلية، من بينها الراهدة وعفار، لفرض إتاوات مضاعفة على البضائع القادمة من المحافظات المحررة. هذه الممارسات لم تكتفي بخنق التجارة ورفع أسعار السلع، بل صنعت حدوداً اقتصادية تفصل بين اليمنيين وتغذي اقتصاد الحرب الذي يثري قادة الميليشيا على حساب معاناة المواطنين. لم يسلم التعليم من هذا المشروع، إذ عملت الميليشيا على تغيير المناهج الدراسية وإدخال مضامين طائفية وأفكار إيديولوجية تستهدف إعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة. كما أقصت الكوادر الأكاديمية الوطنية من الجامعات واستبدلتها بعناصر موالية لها، إلى جانب توسيع ما يسمى بالمراكز الصيفية التي تحولت إلى منصات لغسل أدمغة الأطفال وتكريس الانقسام الفكري والاجتماعي. وبين اقتصاد ممزق وعملة منقسمة وتعليم مؤدلج وجغرافيا مثقلة بالحواجز والجبايات، تمضي ميليشيا الحوثي في فرض مشروع تشطيري متكامل لا يستهدف مؤسسات الدولة فحسب، بل يضرب في عمق الهوية الوطنية اليمنية ويكرس واقع الانفصال على الأرض في محاولة لإعادة اليمن إلى ما قبل الوحدة، ولكن بثوب أكثر خطورة وتعقيدا.